تتحول مقفونك تتحول المناقشة إلى الغالية الأستاذ المساعد الدكتور ورود عبد الأمير ناجي، كلية الآداب. أهلا بها وبالآداب لتناقش الباحثة في دراستها، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة رئيس لجنة المناقشة، السادة أعضاء اللجنة، أتقدم بالشكر أولا لعمادة كلية التربية ابن رشد وقسم اللغة العربية لالتحاقي بهذه المناقشة مع لجنة منتقاة من أساتذة أفاضل. السيدة الله يخليك. في البدء أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور المشرفة أستاذ دكتور مها فاروق والباحثة أيضا لاختيار هذا الموضوع المهم، سواء على الصعيد الإنساني وما يحمله من عواطف إنسانية، وقضية مهمة هي قضية الرق والظلم الكبير التي تعرض لها مجموعة بشرية كبيرة لمجرد اختلاف لونهم، وهي قضية إنسانية عظيمة تستحق الوقوف. أما الشكر الآخر هو لإحياء الدراسات الثقافية والنقد الثقافي والدراسات المقارنة. وعلى بركة الله تعالى أبدأ مناقشتي للباحثة. نبدأ بالتطرق إلى العنوان يا سيد غادة: تمثيل الهوية السوداء في الرواية المعاصرة الأمريكية والعربية، دراسة ثقافية مقارنة. إذن لدينا الهوية السوداء، وخصصتي ببحثك هذا الهوية السوداء للشرقيين أو السودان كمكان أو كمصطلح، وليس للزنوج. الزنوج هم أيضا سود في أمريكا بالانتقال إلى أمريكا، وفي أصل أمريكا هم زنوج واقع الحال. فأنت خصصتي العرب السود وليس الزنوج الأمريكان من ناحية المكان. نعم، لكن ما ذكرتي الزنوج إلا مرة واحدة. لا اسمحي لي، الزنوج السود من المواطنين هم الهنود الحمر في أمريكا. الهنود الحمر سود، يعني أقصد على بس اسمحي لي، من كثرة بياضهم من تضربهم الشمس يصيرون على حمار مثل ما ولك غيقهم صحيح. تمام. إذن هذا اللي يقصد بأمريكا يطلقون عليهم زنوج ولا علقوا بشتيمة. بس اسمحي لي، اللي قصدته أنت الهوية السوداء اللي درستيها للشرقيين وليس الشرقيين بس ما ذكر. اسمحي لي، أنت تقولين إنه اللي انتقل أسود من البلاد الشرقية إلى أمريكا وليس والمولد هناك والمولد، لكن هناك سود في أمريكا. ما تناولتي دراسة أو أشرتي لهم أو فرق التعامل بين الأسود الأمريكي وبين الأسود المولد؟ ذكر الدكتورة ذكرت إن المولد أفضل من الحديث بين أنت وزوجتك، إنه هي سوداء مولدة، فكانت تنظر إنه هو أفريقي غبي من دلالة القصد. الأسود الموجود بأمريكا وليس المولد أو الجاي. أما مولد أما جاي. بس أكو مواطنين أمريكان أصليين سود. هو أنا ذكرت هذول ما يعتبرون زنوج، يعتبروهم سود. لا دكتورة، هذول قومية أو جنس آخر يعني في أمريكا. تمام. إذن صفحة 18 لديك مثال جيد. صفحة 21 تطرقت إلى المدارس المقارنة، ولكن هذا طبعا مكرر بصراحة، يفترض أنه من كرره. صفحة 48 و 47 يتفق مع ما جاء أنه الموسيقى والطبل وإلى آخره مع ما وجد في أمريكا يعني حاليا. ما هو رأي الباحثة؟ عندنا آراء. أول شيء رأي كولومبوس، ورأي منه الإدريسي، ورأي ابن خلدون، ورأي ابن بطوطة. تمام؟ ما هو رأي الباحثة على كل هذه الآراء؟ نبدأ من صفحة 42 43. طبعا الأسبقية إلى كولومبوس. أول واحد هو كولومبوس اللي بدأ، وسبب الحملة على السود عموما هو المستكشف كولومبوس. زين، من تبع الباحثين هنا في الرأي ضدية ضد السود. أول واحد كولومبوس. ما ذكرتي أول واحد؟ هم العرب قبل
كتبوا القاره الافريقيه وكتبوا عنها جغرافيين ورحاله وادباء. زين، ردك على هؤلاء الباحثين، ردي على ابن خلدون، ردي على الإدريسي، ذكرت انه التناقض، ذكرت انه هم شوفوا فلان السود. ردي. وترى الباحثة أن رأي الباحث الفلاني حتى وإن كان ابن خلدون، ترى أن هذا رأي يجانب الواقع. ذكرت وقع التناقض، ذكرت وين؟ من حيث وجود ابن خلدون. يعني هسه نجي على صفحة مثلا 66 مثلا، هنا أنا ما ذكرتي، أرد على الرأي أو أوحد الآراء. ضروري أن توحدين الآراء، هاي الآراء كلها أضعها في نقطة واحدة وأوحدها. هؤلاء هذه الآراء متشابهة وبهامش واحد، حتى أنت ما تتعبين. أنت تعبتي كثير، حقيقة هي تعبانة، يعني واحد يقول ما في ضميره تعب، وهذا التعب ما موحدته، مؤدي إلى هلاك بالتمهيد، كلش تعب. ورجعتي تعبتي بالفصل الأول 66. وين ردش؟ الرد مالتش أين؟ الحين سأذكر التمثيل السلبي، التمثيل السلبي للسود أنا قلت لكم هذا التمثيل السلبي. رأيك أرى أنه، أو ترى الباحثة أنه كولومبوس لم يكن موفق فيه، أو كان رأيه مطابق للواقع. تمام دكتورة؟ يعني أنت الأهم شيء تمام. رأيك يجب أن يكون موجود. هذه الصفحة الأولى. الصفحة الثانية ننتقل إلى صارت الورقة، ننتقل إلى الراوي العليم بكل ما ذكرتي، وما أريد أكرر ذكرها. هذه الرواية لسان العرب ذكرتي بالمصادر بالهوامش. وين يا صفحة؟ وين انت؟ انا اقول لك وين انت المفروض تستعمليه بالاسترقاق، لكن ما استعملتي. تستعمليه بالعنصرية، ما استعملتي. واذا رجعتي له ذكرت انه هذه يعني لا تمثل باللغه العربيه لان معناها مبنيه من السياق. يا ريت ترجعي تتأكدين. زين، عصور الروايات تختلف عن عصور الباحثين القديمين اللي هو كولومبوس وابن خلدون إلى آخره. هذا المدة الزمنية بين الباحثين أو الرحالة أو إلى آخره يختلفون تماما عن زمن الرواية. خلال هذه المدة يوجد باحثين. هل اتفق الباحثين الجدد مع الباحثين القديمين؟ انا ذكرت هذا التمهيد، من اول واحد اقدم واحد لاخر واحد اللي هو الامين فجر الاسلام وليس الرئيس. تمام. ذكرت ان القديمين والجديدين دينهم من السنه وطيه ما تمام. ما معنى رد الهامش على المركز؟ المركز هي القوى الاستعماريه. تمام. صدرت نظره دونيه عن السود، وهو جعل الهامش اللي هو الاسود مثل عندنا المصطلح هاي الوضع. هل هو مصطلح خاص بك؟ تمام. لماذا لم تذكري أول ما ذكرتي المصدر، لماذا لم تذكري أن المصطلح هذا ليس لي بالهامش؟ ما ذكرت. تذكري بالهامش أول مرة. ثانيا، المركز ليس للدراسات الكولونية، المركز ذكرتيه مع ابن خلدون. اسمحي لي بس دقيقة، هسه أنطيش بالصفحة. المركز ذكرتيه مع ابن خلدون، أنطيش رقم الصفحة، يعني مو على الدراسات الكولونية ذكرتيه. هي في وقتها كان استعمار ابن خلدون، في وقتها كانوا قوة، العرب كان عندهم قوة، كانوا محتلين، فهم في داخل كانوا العرب مثل في ذاك الوقت. اي بس انت شنو كررتي هذا الاستعمال؟ كأنه هذا المصطلح أنت من ابتكره. أنت لم تبتكري هذا المصطلح. أول ذكر للمصطلح تقولين ورد ذكره في الصفحة الفلانية المصدر الفلاني. 141 تكرار للشواهد، بكثرة تكررين الشواهد. الشاهد الفلاني سنجي عليه.
عندما غرس كرما فسكر ونام. نعم. ثم فتح الكتاب المقدس مرة أخرى وقرأ عليهم قصة نوح إلى آخره. تكرار للشاهد. قبلها أنت ذاكرت هذا الشاهد، ذاكرة هذا الشاهد، وتكرار. أنت تذكرين أن القصص أو الروايات فيها 1000 صفحة، تمام؟ ليش أكرر بالشواهد؟ أجيب شواهد أخرى. هسه أنطيك إياهم، أنا كاتبت لك إياهم هنا بالأطروحة. المفروض إنه ما أكرر الشاهد، ما أعيد نفس الشاهد، أجيب شاهد جديد. هاي انتقلت للصفحة 149. ذكرتي إنه المصطلح ليس لك، والمصطلح جاء على رأي 149. نعم. هنا ذكرتي ابن خلدون. على حد تعبير ابن خلدون المركز، هذا الرأي يتقدم بالبداية 149 من الأخير، يعني وسط الصفحة تقريبا. هذا على حد رأي ابن خلدون يتقدم. ابن خلدون هو صاحب المصطلح، ما أبدي من الأخير. وبعدين عرفت إنه صاحب المصطلح المركز هو ابن خلدون. يعني لازم تذكري لي بالهامش منو ذكره، تذكري لي. زين، أنت متفقة مع رأي ابن خلدون أم مناقضة للرأي؟ مناقضة. أكتب رأيي، بعد ما أكمل أكتب رأيي وأرى. حتى لو ابن خلدون أرد على نعم. ذكرت انه قاعد تناقض، لان الحكي على الطلب على غير اقوام يقولوا تشييع روحاني. نعم. نعم. ذكرت انه قاعد تناقض. تمام. شخصية ميناتا في كتاب الزنوج، شخصية هي الرواية عموما يعني احنا نقراها، تشبه شخصية عمر. ميناتا مثقف. ليش ما أنا أكتبها؟ هذه من أوجه التشابه والاختلاف، ما كاتبة. لا، تكتبين في نتائج البحث ميناتا تشبه عمر. إذا كاتبتها وفاتتني لك العذر، لكن هنا أوجه في كل فصل أكتب حتى تكون دراستي مقارنة تماما. أكتب إنه وجدت التشابه والاختلاف بين الروايات كذا وكذا. ميناتا تشبه عمر. الاختلاف وين؟ الاختلاف هنا حتى أوحدها. 161. هي بصراحة حتى تضطرين تقرأيها أو اقرأيها بعينك حتى تعرفين شنو أقصد من الكلام. 161 الفقرة الأخيرة. وينبغي أن نشير إلى أن أحداث الروايات التاريخية إلى آخره عن شروطها. وتكملين للصفحة الثانية، بس اقريها فهميها حتى تعرفين شنو اللي أقصده أو أريد أوصله. ماشي، قرأتي. شوفي أنت وين تتداخلين. لا أنت مناقضت لي إحسان عباس، ولا مفصلت لي هذا رأي إحسان عباس ولا هو رأيك. يعني أنا من أكتب رأي إحسان عباس أبدي أفصل رأيي هذا من حيث شكلها بحيث رأي الباحث. لا، أنا متفقة أخلي رأيي، أخلي فد فاصلة فد شيء بحيث أفتهم، مو يتداخل رأيي وياه وبعدين مناقضته. هاي درتي الصفحة. لا، رجع على صفحة 61 على إحسان عباس. أحمد العزي. أول شغلة أنت بناقضته لو ضده، وبعدين عندك إحسان عباس. إيش دا يصير عندك؟ أنت تذكرين رأي أحمد العزي أول واحد ذكرتي، بعدين رجعتي الداخل هذا من حيث شكلها وكملتي. أفصل بين رأي أحمد وبين رأيي، بين رأي إحسان عباس وبين رأيي. دا يصير تداخل، ما دا أفهم أنت ويا ضده. أقرأ.
نعم. على ما انا رايي يطابق راي الناقد احمد السيسي، انما تصرف يكون انتاجها يكون مطابق للشكل الفني، يصير تلاعب فيها، يصير تغيير، بس الاحداث الزمنيه تبقى نفسها. اما قول احسان عباس نعم. انه هي تقدم جانبا وليس سيره ذاتيه، تقدم انه هاي السيره الشخصيه انه هو قاطع الان، وليس السيره المخطوطه او المكتوبه. افصل بين الرأيين، لك هذا مو لي. انت من تكتبين هذا الك، يعني هذا باكر عقبه يصير كتاب، وانا بصراحه محتاجته لماده الادب المقارن، احتاج فصول من كل الكاتبين ندرسهم، يعني نحتاج هذا الشيء. تمام. رقم الصفحه معجم الوسيط اخر المعاجم، يعني أنا ما أعتمد على الوسيط كمعجم أول معجم، لا، أستعمل صفحة 163. أي يعني برأيي المتواضع هذه المصطلحات، بس إذا ترجعين على لسان العرب تجدين ذلك موجود. أتمنى أنه ترجعين، وليس فقط لسان العرب، المحيط وغيرها من المعاجم. وشيء آخر بالهامش رقم الصفحة ما ذاكرته. المعجم الوسيط مجموعة من اللغويين، باب العين، وإن كان باب العين رقم الصفحة إيش قد. تمام. وبالإضافة إلى ذلك علامات الوقف والترقيم، مو صاد، نقطتين رأسية أكتب، مو صاد. هذا العرقية يعني قلت لك تراجعين المصادر عليه. أيضا العنصرية تراجعين المعاجم القديمة، حتما لها كلمة مدافع داخل المرجع كلمة متصل الموضوعي، ما في كلمة عنصرية، كلمة عنصر، وذكرت إنها ما متصل الموضوعي فما طلعت. مو أنتي معرفتهن، بعد ما دام عرفتي لو أعرفه بشكل كامل أو، وطبعا تعريف مكرر. العنصرية كررتي بالتعريف. 168 وسنمر عليها هذه النقاط العشرة، وسنمر عليها في هذا الفصل أيضا لنتقصاها في الروايات المختارة، وهي كذا كذا كذا. أنا بوجهة نظري المتواضعة هذه نتائج وليست نقاط للتقص، مو إلك، لأن هذه تخضع لنتائج. ولا أعرف قلتي إنه أنت لخصتي، لكن هذه نتائج وليست أسباب. إيه بس هاي أظن النتائج هذه. أنا وجهة نظري بهذا الموضوع، يعني طبعا أستاذتنا الدكتورة مها هي، بس هذه تعد نتائج، يعني ممكن تستفادين منها وين؟ بالنتائج. هذه النقطة لم يكن الأبطال رياديين، أستفيد منها أوظفها. هي مو أنت مو طبقتيها، أنت طبقتيها في الرواية الفلانية. أي رواية فلانية؟ وجدتها في الرواية من حقها أن تضعها في النتائج. بالضبط. 172 172 تكرار الاستشهاد ما أكرره. عندك ألف، ها يلا 172 على كيفك. مواني بصراحة الوقت، لا شوفي تعاقب الأجيال هذا تكرار. أحد لم يواجه أحد صعوبة، كونتا الأفريقية من إبدته الوحيدة تتكررين، ورجعتي كررتي وين الأيديولوجية أرض مهجورة ولم يمسوا بناء الكنيسة. أقريها على راحتك، شوفيها تكرار للشاهد، ما أكرر الشاهد. هي 1000 صفحة ما أكررها، أخلي ألف صفحة أجيب غير شاهد. تمام. أيضا 186 تكرار عندك للشاهد نفس الصفحة. زين. 172 وإلى آخره. عندك 187 مصدر 2 3. أوكي. كاتبة الرواية يا رواية. أوكي. ليش ما أكتبها القار؟ أو ليش ما أكتب القار أو المصدر نفسه؟ المصدر السابق قبل ما تحكي دكتور داود قال لي المصدر السابق الرواية أنا أحط من ما أكتب مصدر سابق. مصدر نفسه. هي مو كتاب، هي رواية.
زين القار هل وجدتي به رمزية؟ يعني رمز روايات سياسية. ما يحمل رمز؟ هاي روايات سياسية. الدكتورة شاركها يعني رسميا لأنه القائد ولو دكتورة ذكرت دكتورة بهاي الرواية قصدك على الرواية دكتورة عامر. لا. ذكرت انه هو الراوي ذكر انه القائد عن الاتباع علمه ماكو شيء عن الرواية انه يشبهوه بالقائد. ذكرت موقف القائد من هاي. بعموم الرواية توجد رمزية. قار والدنيا. الأسود والدنيا. تمام. ذكر لنا الدكتور يعني حتى من كرر مشترك الراوي العليم بكل الروايات، وأيضا هذا أوجه شبه. من أختم الفصل أو المبحث يوجد تشابه بين الروايات بأنه يوجد راوي عليم ما دام استعملتي المصطلح. 219 219 مصدر 23 لسان العرب ابن منظور. ما مستعملته لسان العرب ذاكرته، لكن لم تستعمليه في الأطروحة. المصادر والمراجع ممتازة. المواقع الإلكترونية نجي على صفحة 234. هذه بس الفنية اللغوية ما حأتطرق لها بس على عجل. 234 بس باوعي لي مصدر 7. وصلتي؟ اي هذا طريقة كتابته صحيحة. أصحح كل المواقع الإلكترونية الموجودة. شلون؟ تنطين مسافة بالحاسبة يطلع لك خط، لازم يطلع خط جواها ويصير أزرق تكتبي، لأن هذه المواقع طريقة كتابتهن 7 خطأ بس. الوحيد اللي هو 7 صحيح. زين، فحتى تكون دقة بالكتابة. المصادر الإنجليزية إيه بس هذا صح. لا إذا ما كنت واخذ شنو معناه؟ هذا يعني هسه إذا أجي أدخل عليه بالحاسبة أريد أدخل مثلا أخذها إلكتروني أنقر عليه ما يطلع. حتى هذا واحد يستفيد من طبعا أطروحة. طبعا. المصادر الإنجليزية عندك بدون السنة اللي هو إكسفورد كل سنة يتجدد وينضاف له مصادر. طبعا دكتورة أزهار هي اللي تضاف مفردات. أذكر السنة يا سنة أنا اعتمدته حتى تستفيدين منه بالمرات القادمة. طبعا أنا أأكد على ما ذكر الأستاذنا دكتور خالد سهر، ولذلك لم أكرر ما جاء من ملاحظات فيه، وذكرت الملاحظات الفنية. شوية نرجع على أدوات الترقيم وأختم. الصفحة نقطتين رأسية. الأخطاء الشائعة كتبت لك إياها كلها هنا مع رقم الصفحة. وإلى هنا أكتفي بما جئت به لأني قبل الأخير وأختصر تماما. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة، بارك الله فيك ونعمل ملاحظ، وإن شاء الله تعالى غادر تعبتي